إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. عمرك قال يا فكرت قوم ايه فعلا اللي إني بيحصل في رسول دماغك ربكم وانت بتصلي مبين أن اعبدوا الله او واتقوه وانت بتقرا كتاب او بتشتغل او ماسك التليفون؟ أنا مش فاهم مخي بيشتغل إزاي. لو هنبص على جسم الانسان هنلاقي ان في حاجات كتيرة. من البداية كده عندك الجلد، تحته موجود عندك العضلات، وتحته الاعضاء بتاعتنا. شوية كده وهتلاقي عظم. بس لو هنتكلم بجد، كل ده عبارة عن البيت. البيت للشيء الأساسي اللي بيخليك إنسان، وهو ده المخ مع الجهاز العصبي. ده الشيء ده اللي بيخلي الإنسان إنسان. وأنا قررت أعرف أكتر عن الشيء ده. قررت إني أعرف عقلي بيشتغل إزاي. ده جهاز اسمه EEG. يعني ايه EEG؟ هو بصراحة يعني كلمة في منتهى التعقيد، حتى الناس اللي بتدرس عن EEG ما بيعرفوش ينطقوا الكلمة. يعني إيه EEG أساسا؟ يجي. شوف انا حتى انا مش حافظ على بالك على لا بالك. لا لا لا، هو عادي، هو مفيش حد حافظها. هي كلمة طويلة جدا. أيوه. الكترو انسيفالوجرام. عبد الرحمن بالمناسبة هو الشاب اللي اداني الجهاز بتاع EEG. الجهاز ده على قد ما اسمه صعب، الطريقة اللي بيشتغل بيها نوعا ما بسيطة، والتكنولوجيا بتاعته مش معقدة خالص. مخ الإنسان شغال 24 ساعة، حتى وانت نايم مخك لسه شغال. والطريقة اللي المخ بيشتغل بيها خلينا نقول هي حاجة زي كهرباء. سمعت المصطلح ده قبل كده صح؟ كهربة المخ. الفكره بتاعتها انها انت الاشارات الدماغ بيولد نبضات كهرباء في اي حاجه بتعملها، في اي اكشن انت بتعمله، في اي فكره انت بتعملها. فكرته انه بيلقط الاشارات دي، اشارات الكهرباء. طبعا هتكون فيها نويز عالي عشان احنا في اكتر من طبقات الشعر والسكالب الجمجمه الكلام ده كله، بس احنا بنعملها امبليفيكيشن او تضخيم توصل للكنترولر. طبعا بعدين احنا بنسجلها. خلاص عندك البيانات، لو الترددات الحاجات بتنزل وتطلع دي تحطها بقى في الابلكيشنز، مثلا سواء في علاج الحاجات النفسيه زي الانفصام والانسومنيا والحاجات دي كلها. وبرضه تدخل في حاجات الابلكيشنز الهندسيه زي مثلا مشروع التخرج اللي هو بيتكلم عن تحريك الروبوتات عن طريق اشارات الدماغ. مخنا دايما بيدي الاشارات الكهربائيه دي. جهاز الاي اي جي بكل بساطه هو بيقيس لك الاشارات اللي مخنا دايما بيبعتها، وكل موجه المخ بيبعتها وليها معنى. تكنولوجيا بسيطه ولكن فعاله بشكل مش طبيعي. ومن هنا حبيت اخد الاختبار ده واحاول افهم عقلي اكتر. فخلينا نعرف عقلي بيحاول يقول لي ايه. تمام، يلا بينا. اوكي، خلينا نعرف عقلي بيحاول يقول لي ايه. قبل ما اركبها لازم اقعد على الاقل دقيقة كده اهو، دقيقة واحدة، اهدي نفسي. دي المعلومات اللي جات لي عشان بس اقدر اخد قراية صحيحة. عقبال لما ادخل جوه حالة التأمل دي علشان اعرف اخد قرايات دقيقة، خليني اعرفكم ايه اللي موجود في الجهاز وايه الخطوات اللي باخدها قبل ما البسه. ده الجهاز ذات نفسه، دي فلاشة بتيجي معاه عشان يتوصل بالكمبيوتر بالبلوتوث. العلبة الصغيرة دي موجود فيها النودز او الحاجات اللي بتتركب في السنسورز عشان تتوصل بدماغي. بيجي معاها سرنجة، والسرنجة دي بتستخدم عشان يتحط فيها المحلول الملحي ده اللي هو بكل بساطة مية بملح، علشان بعد كده تعشق النودز دي بالمحلول الملحي، وبعد كده بتركبهم في الهيدسет او قطعة الراس. دلوقتي هنديها خلينا نقول 10 دقايق. 10 دقايق من الشغل العادي الطبيعي اللي انا بعمله كل يوم. همنتج عادي، مش هعمل اي حاجه جديده يعني غريبه ما عملتهاش قبل كده، بس هقعد امنتج وهنشوف مخي بيكون ازاي وانا قاعد بشتغل. لو انا همسك التليفون وادخل الانستجرام واقعد اتفرج على ريلز، ايه اللي هيحصل؟
كل موجة بتتقاس هنا ليها معنى، وعلشان ليها معنى ففي السوفت وير ذات نفسه هو معرفنا ان الموجة دي مربوطة بالاحساس المعين ده. اوكي، خلصنا ال10 دقايق. ايه اللي حصل بقى؟ انا شايف الاكسايتمنت عليت، الاتنشن كان تمام. اوكي، علشان احلل وافهم البيانات بتاعت اول اختبارين، اللي انا عملته بكل بساطة هو اني فتحت التسجيل بتاع الموجات يعني اللي مخي كان بيبعتها، ومشغلت الفيديو اللي انا كنت مصوره لنفسي وانا بعمل الشيء المعين ده، سواء كنت بمنتج او بصلي او ماسك التليفون وبقلب على انستجرام، بشوف في نفس الوقت الحاجة اللي انا بعملها مع قرايات مخي بتقول ايه. وقبل ما نروح للنتائج بتاعت الاختبارات اللي انا عملتها دي، عايز اتكلم معاكم على الكتاب ده. الكتاب ده وقع تحت ايدي من ترشيحات كتير من اصدقائي، وكتير من اصدقائي صناع المحتوى برضه. والكتاب بيقول كلام جميل عن اتباع اسلوب حياة تحاول على قد ما تقدر تقلل من القلق وتنظم حياتك، مش علشان تنجز اكتر، بل علشان تعيش وتضمن جودة مرتفعة من الحياة على الطريقة اليابانية. كلام رائع. بس انا دلوقتي زي ما تقولوا كده بين نارين. المعلومات اللي اخدتها من جهاز الاي اي جي، في الحالة دي انا لازم اكون صادق مع نفسي، ولازم برضو يكون عندي شوية جرأة مع نفسي، لان انا في دماغي في اعتقادات، والاعتقادات دي انا مصدقها شبه 100%، علشان ده نفسي، ده انا، ده الشيء اللي فعلا انا بفكر فيه. بس لما النتائج تطلع قدامي للطريقة اللي فعلا مخي بيشتغل بيها وتكون عكس تماما اللي كنت فاكره، لازم اواجهها. واولها كده، ازاي مخي بيدي اشارات الاسترخاء وانا قاعد بقلب على انستجرام في الريلز في دوامة غير منتهية. الشيء اللي انا معتقد او انا كنت بقول وكتير بيقول انه بيبهدل المخ، بيقلل من الانتباه، بيتعب الانسان على المدى الطويل. ازاي الشيء اللي انا عامل منه شرير كبير طلع اكتر حاجة مخي بيكون مسترخي وفي حالة جيدة وهو بيعملها. بل ولما اجي اقارنه بالصلاة، الاقي ان مخي بيدي اشارات استرخاء اكتر وانا قاعد بتفرج على انستجرام وبضيع وقتي عن لما اكون بصلي ومركز في الصلاة. الشيء التاني اللي كان لازم اعمله، علشان طالما احنا اخدنا الطريق العلمي لازم اعمله، هو اني اكرر التجربة تاني وتاني وتاني، وانا بعمل نفس الشيء علشان اتاكد من النتيجة اللي جات لي. بيرفكت، متوصل كله بيرفكت 100%. اوكي، continue. now دلوقتي انا لازم اهدى امديتيت، وده هيكون اول اختبار هنعمله. اللي هو الاختبار مخي بيراكت ازاي، او ايه الاشارات اللي مخي بيعملها لما انا بس امديتيت او اتامل كده. اهو تست القرايه. This has a fantastic effect on a person's mood. هنعمل تست التليفون مرة تانية. Dealing with new stimulation, learning something new every day, playing games and interacting with other people seem to be essential. They made it even more stressful by forcing him to solve a complex math problem. Afterward, they took a blood sample, and what they observed just our high stress lifestyle. تعلمون. Beautiful.
انا مش فاهم مخي بيشتغل ازاي. النتائج مش احسن حاجه. انا مش عارف ايه الحاجه اللي خلتني اعمل التجربه دي من الاول. هو صراحه انا عارف ايه اللي خلاني اعمل التجربه دي. عبد الرحمن هو اللي خلاني اعمل التجربه دي. خليني احكي لكم القصه بتاعته كده هو بسرعه. انا ما اعرفوش اوكي. هو بكل بساطه انا كنت قاعد في يوم عادي في الاستوديو قاعد بمنتج. غالبا جالي ايميل. الايميل ده كان من عبد الرحمن اللي هو بيدرس في السعوديه، والجهاز ده ليه دعوه بالمشروع التخرج بتاعه. فبكل بساطه هو كان موجود في مصر وقال لي انا عندي الجهاز ده وانا شايف ان انت ممكن تطلع بفكره فيديو منه، فلو انت تقدر تستخدمه عرفني. وليه اصلا حد ياخد الانيشيتيف ده او يكون عاوز ان هو يعمل الموضوع ده من البدايه؟ علشان أنا مش عارف احنا ذكرنا ده في اول الفيديو ولا لا، بس الجهاز بتاع الاي اي جي ده هو غالي بشكل مش طبيعي. يعني عشان اقراها لكم، السوفت وير اللي هو البرنامج اللي باخد منه القرايات بتاعه مخي، الاشتراك فيه ب $1500. فالتكنولوجيا دي عامة مش سهل ان هي تكون متاحة لأي حد. فهنحب نقول شكرا لعبد الرحمن ان هو جاب لنا الجهاز وقدرنا نطلع منه بمعلومات لعل انا ما كنتش عاوز اعرف المعلومات دي عنه. ونرجع مرة تانية ونقول ان الجهاز ده بيستخدم لحاجات كتيرة اكتر من الشيء البسيط او الاستخدام البسيط اللي انا استخدمته عشان اعرف معلومات عن دماغي من الفيديو ده. بس عامه اي استخدامات هتكون ليه هو علشان تستخدم الموجات والاشارات والكهرباء بتاعه مخك علشان تعمل شيء. لا الابلكيشن بتاعت الفي ار. فمثلا لو واحد مثلا لابس الفي ار، فطبعا ممكن احنا دلوقتي فيها اللمس والكلام ده. حط بقى مثلا وانت حاطط الثوت الثانيه بتاعت مثلا اشاره الدماغ، الثوت مثلا بتاعت ابل حاطين فيها النظر، الفكره بتاعت حركه العينين، حاطين فيها الايد. حط مثلا برضه حاجه مثلا اشاره الدماغ، وهتدخل بقى انت. يا لهوي ده تبقى التجربه بالترازجينه. اصلا انا لسه مجرب الفيجن برو من اسبوع من قريب جدا. ففكره ان الفيجن برو بتكون ريسبونسيف معاك جدا بحركه عينك. يعني انا عاوز افتح الابلكيشن ده، فانا بس بروح عليه بعيني وبدوس كده شغلته. انما لو محطوط فيه التكنولوجيا بتاعت الاي اي جي، انا بس هفكر ان انا عايز افتح انستجرام، بوم يوم ما بتقعد قدامي. يا لهوي لو وصلنا للمرحله دي. عندي سؤال ليك بقى، تمام؟ ما دام انت بتدرس الموضوع ده، في خاطره جات لي كده وخوفتني شويه، تمام؟ اللي هو لو التكنولوجيا دي موجوده، التكنولوجيا اللي حرفيا بتسمع الكهرباء بتاعت مخك، بتعرف انت عاوز ايه از سيت باترن. يعني انا دلوقتي مخي لما يكون عاوز، لما النور انا اكون عاوزه يتولع، تمام؟ مخي بيكون لي بيقولها بطريقه معينه. فعامة الطريقة المعينة دي هي بتتكرر. علشان كده لو هنستخدم التكنولوجيا دي قدام ان هي تشتغل، لو انا ادخل في الأوضة يقوم النور متولع، هيعرفها منين؟ علشان اوريدي اتسجلت ان لما يكون في كهرباء مخي بتدي الويفز دي، ده معناه ان انا عايز النور يتنور. تمام؟ جميل جدا. قدام لما يكون في شركات تعمل الهيدسيت زي ده ونكون لابسينه في دماغنا بقى، او اللي يكونوا عاوزينه ان احنا نشتري الشيء ده ونفضل لابسينه في دماغنا ونستخدمه في حياتنا ويسهل حياتنا والكلام ده، هل احنا نكون مستريحين ان المعلومات بتاعه اشارات دماغنا تكون محطوطه جوه جهاز اللي غالبا الداتا دي هتروح للشركه وهتتسجل عندهم؟ كل الداتا الموجوده تعتبر مراد ان الشركات تاخدها وكل حاجه. لحد دلوقتي انا فعليا مش عارف اطفي ميزه ان انا ما ياخدوش الداتا اللي بعملها. اما حاطين لي في الاجريمنتس انهم هياخدوا الداتا اللي بعملها. طبعا مشروع تخرج وباخد داتا كتير بسجلها، اما بفتحه قدامي بعمل ايه. هو انت فتحت موضوع هو بيخوف. انا صراحه وانا قاعد بفكر كده اللي هو دود، انا دلوقتي وانا بسجل اصلا عملت ريكورد بقى للبرين ويفز بتاعتي. عملت ريكورد وانا بصلي، عملت ريكورد وانا بقرا كتاب. ف I was like انا مش comfortable ان حد يكون عنده معلومات مخي بيشتغل ازاي وانا بعمل حاجه، وانا بعمل يا عمي وانا بعمل حاجه بسيطه ان انا بسكرول الانستجرام. ليه حد يكون عنده المعلومات دي؟ فاهم؟ المفروض تكون بتاعتي انا. ما بقول لك انت دلوقتي هي احنا مش اي كومفورتبل باي حاجه مع الحاجات اللي هو الكوربريتس ديت بتعملها. يعني انا دلوقتي مثلا افتح شات انستجرام، بلاقي افتح مثلا بيتكلم عن حاجه معينه، اطلع بره الاقيهم اعلان ريلز، مش الاعلان، الريلز نفسها كل حاجه بتتغير على نفس الموضوع اللي بعمله. انا اوريدي مش كومفورتبل مع فالحل الوحيد ان الواحد يشتغل باوبن سورس تكنولوجي. بنفس التكنولوجي دي بتلاقي فيها اوبن سورس، في حاجه اسمها اوبن اي اي جي او اوبن بي سي اي اوبن بي سي اي. عندهم نفس التكنولوجي، خوذه خاصه بيهم، 16 سنسور نفس الشكل، بتحطهم بطريقه معينه، 3 دي برينتد كمان. يعني انت ممكن تطبعها انت بنفسك، مش لازم تستناهم هم يبعتوا لك القطع، وتحط بس السنسورز اللي هم حاطينها مع الكنترولر برضه اوبن سورس سوفت وير،
وتفتح فيه وتشوف لو هم مثلا في حاجه ميليشيس بيبعتوا حاجه للانترنت ولا حاجه، وانت بتشوف تفتح مثلا عن ايلون ماسك دلوقتي مثلا حاطط لك حاجه زي نيورال لينك. نيورال لينك دي مصيبه على فكره دي نفس ديت اللي هو ده الستيب بيفور نيورال لينك. يعني قبل النيورال لينك هو تحس نيورال لينك دي حاجه جديده ما شفناش قبل، هي موجوده، هي نفس التكنولوجيا، هي نفس التكنولوجيا دي، بس النيورال لينك شال النويز، شال كل حاجه وحطها لك جوه بقى على مستوى الدماغ. نفس الفكره سنسورز. اوكي انا ما كنتش متخيل ان الموضوع هيروح الناحيه دي، انا بس كنت عايز اعمل فيديو بسيط عن مخي بيفكر في ايه وانا قاعد على الانستجرام، نقلت الموضوع لموضوع دارك شويه، فاهمني؟ ما كنتش عايز اروح الناحيه دي. انا عارف، بس هو الواحد هو بيشتغل فهو بيدخل في الثوتس دي. دلوقتي النيورال لينك واصل لفين دلوقتي؟ هو اوكي بيقرا، بس بيقرا كريستال كلير. تخيل دي شعر ولا في جمجمه ولا اي حاجه. تخيل كميه التغبيش الموجود على ده، الشعر ده كله موجود عند النيورون. يا لهوي. فهو بيقرا تك 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 على كل بالس بالظبط، فهو عنده كل حاجه كريستال كلير، عارف بالظبط كل حاجه معموله ازاي بتعمل ازاي. واوريدي الديمو اللي هم عملوه بتاع الراجل اللي هو بيحرك ماوس اتس ريل 100%. يعني I can do it with that، بس ممكن الموضوع صعب شويه باكيورسي تعبانه. هم عشان هم الموضوع عندهم كريستال كلير، فشويه تريننج على شويه مش عارف ايه يعمل لك يظبط لك الدنيا. خير يا رب، خير ان شاء الله خير. الحاجات اللي مخي بيحاول يقولها لي: رقم 1، جدا صعب او شبه مستحيل بالنسبه ليا اني ما افكرش في اي حاجه. يعني بمعنى تاني، فكره المديتيشن دي بالنسبه لي حاجه مستحيله. دي حاجه انا ما بعرفش اعملها، انا ما بقدرش اوصل لها واحافظ عليها مده طويله، وده شيء سيء. اظن مفيش كتاب واحد بيكلمك عن تحسين الذات وبتاع والكلام ده كله الا ولازم يتكلم او يذكر فكرة التأمل، المديتيشن، ان انت تقعد ولو لمدة 5 دقايق وما تفكرش في اي حاجة، سواء بقى تعملها الصبح تعملها بالليل. ده يعتبر شيء مهم. انا كنت فاكر ان انا بقدر اعمل حاجة زي كده، بس الحقيقة هي اني ما بقدرش، وعايز لي فترة طويلة جدا عشان اقدر اوصل للشيء. هل ده بقى ممكن تقول ان هو نتيجة العالم اللي احنا عايشين فيه وان انا بستهلك محتوى كتير؟ ممكن جدا ان ده شيء بيصعب الامر عليا، ان انا مخي دايما شغال، فده بيقلل من جودة حياتي، وارد. ولكن دلوقتي الواحد خلاص اتأكد، انا صعب بالنسبة لي اني ما افكرش في ولا حاجة، ان انا افصل دماغي فعلا. ايه اكتر حاجة انت كنت فاكرها موجودة مثلا كفاكت عندك واتكسرت اول ما جربت الاكسبيرينس بتاعتك؟ انا كنت اعتقد ان انا اقدر اريلاكس اسرع، فاهمني؟ however لما احط البتاعه دي تمام، احط النودز ريفيو البليسمنت 100% زي الفل، جميل جدا. انقل بتاع الاي جي تيست، تمام، الاي جي كواليتي، بيقول لي اتاكد ان كله تمام، حاطط فيها ميه، ايوه حاطط فيها ميه زي الفل، كله تمام، كله رائع. ناو ريلاكس فور ا فيو مومنت عشان بس توصل 100%. فانا اقول ماشي تمام، اقعد احاول الريلاكس. الفكره ان انا كل شويه ببص كده بلاقي تك 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 الريدنج يضرب خالص، اكون واصل 100% يبقى تمام عشان ابدا بقى اعمل الريكورد، او متشتت كده يوم 20% وصل 90% 100%. عشان اتحركت دلوقتي وعملت راح اجيب فصل تاني. يا دي النيله، عملت واحد من التست ان انا ريلاكس، ان انا مديتيت قصدي. فقعدت امديتيت يا معلم وهدى. انا مقتنع من جوايا ان ده هو المديتيشن، انا كده بهدي نفسي، ده اللي انا بعمله في حياتي. ابص على المترك، افتح عيني كده، هو المفروض دي حاجه غلط ان انا ما اعملهاش، ان انا فعلا اكون ما يكونش في حاجه في دماغي. ابص على الماتريكس، سبايكات فاللي هو مان، انا فعلا ما بعرفش ازاي اهدي نفسي، ازاي اقفل دماغي، ازاي ما اشغلش دماغي باي حاجه. رقم 2 من الحاجات اللي انا اتعلمتها: تضييع الوقت في عالم المحتوى القصير، اللي انا شايف ان 90% منه فعلا ما فيهوش اي فايده حقيقيه ممكن اخدها، وبيضيع وقت كتير جدا، وانا شايف ان هو بيدمر العقل. الحقيقه بقى اللي انا اكتشفتها ان دي اكتر مدة عقلي بيكون فيها مسترخي، دي اكتر حاجة انا بعملها عقلي بيكون في حالة ريلاكسيشن مش طبيعية. السبب اللي بيخليني اروح على طول لما اعمل اختبار التليفون ده في اني
ادخل على انستجرام واقعد اشوف ريلز كتيره، علشان انا شايف ان دي واحده من اخطر الطرق اللي انت ممكن تخلي مخك فيها يقعد يولع يولع يولع، لان انت عمال بتستهلك ومش مدي فتره عشان كده تفكر حتى في اللي انت بتشوفه. وبرضه هنا لازم اوضح شيء، ان مش علشان عقلي بيكون ليه ردة فعل ايجابية في هذا الشيء ده معناه ان الشيء حلو في المطلق. لا يعني اظن لو انا مثلا كنت لابس الاي اي جي حطيتها على دماغي وشربت سجارة مثلا، اظن ان هيحصل سبايك في الاكسايتمنت، تمام، وبعد كده ممكن بعد فتره يحصل سبايك في الريلاكسيشن. فالسيجاره ممكن تخليني ريلاكس، تخليني مستكونيوس كده، بس هل ده معناه ان السيجاره حلوه؟ لا، هو بس الطريقه اللي عقلي بيتعامل مع الشيء ده في الوقت الحالي. في القدام بقى ده هيكون ليه تاثير ايجابي او سلبي، دي مش شغلانه الاي اي جي. شغلانه الاي اي جي ان هي تعرفني مخي بيتعامل ازاي مع الحاجات. رقم 3 من الحاجات اللي مخي بيقولها لي، مخي قال لي ان انا بحب الشغل بتاعي، ولكن الموضوع بياخد فترة عشان ادخل جوه حالة التركيز المطلق، خلينا نسميه. لان انا لما ببدأ شغل المؤشر بتاع الاسترخاء ما بيكونش حلو، النتائج بتاعته ما بتكونش جيدة، والمؤشر بتاع الانتباه بيكون جيد في البداية، ولكن مع مرور الوقت الانتباه بيزيد والاسترخاء هو كمان بيزيد والتفاعل بيزيد. فالموضوع كله موضوع. رقم 4، علاقتي مع الصلاة. انا فهمت والموضوع بقى واضح قدامي دلوقتي ان ليه الكهرباء بتاعت دماغي ما بتكونش في حالة استرخاء كبير او استرخاء عالي وانا بصلي، بل بكون مسترخي اكتر وانا بتفرج على حاجة زي ريلز على الانستجرام وحاجات كده. فهمت الموضوع. والحاجه اللي انا لازم اوضحها هنا ان انا لما اتكلم على حاجه زي الصلاه، ما ينفعش الصلاه تتقارن بالمديتيشن، تمام؟ دي حاجه ودي حاجه تانية، لان المديتيشن المطلوب منه ان انت تفصل دماغك 100% بلا 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 والكلام ده، انما انت لما بتصلي انت لازم تكون مركز، انت بتعمل عبادة، والعبادة دي ليها فوائد كتيرة، فما ينفعش الاتنين يتقارنوا ببعض. واعتقد ان ده السبب اني ما بقدرش اكون في حالة ريلاكسيشن او في حالة استرخاء عالية وانا بصلي، ده علشان الصلاة مدتها قليلة. يعني انا هصلي العصر دلوقتي، اقل حاجة انت بتتكلم في 5 إلى 10 دقايق في الصلاة. 5 إلى 10 دقايق وانا مركز في شيء واحد، دي مش مدة كافية علشان اقدر ادخل جوه حالة استرخاء. انما لو انا ماسك انستجرام وقاعد بقلب، اساسا الموضوع ما بيتطلبش انتباه عالي من البداية كده، وانت بتقضي وقت كتير جدا فوق 10 دقايق، فسهل ان انت تعدي المرحلة الأولانية دي وتدخل جوه حالة الاسترخاء. إنما وانت بتصلي انت بتبدأ الصلاة في تركيز، وانت بتركز وبتدخل نفسك جوه حالة الخشوع دي، ويا دوبك أول لما المؤشر يبدأ يدخلك جوه حالة الاسترخاء انت بتكون خلصت صلاة. فالمسألة هي مسألة وقت. وخامس شيء اكتشفته ان كل ده هيتغير، مش وارد انه يتغير او ممكن يتغير، لا هو تقريبا 100% هيتغير، لان انا بتغير. الحاجة الجميلة او المعلومة الحلوة اللي انا خدتها، اللي انا اقدر اعملها كأنها فاكت، مش ان انا اخوف نفسي من شيء معين، او اقول ان انا لما بقرأ بحس ان انا مش تمام او الكلام ده، لان انا جربت الموضوع على نفسي. فاي معلومات جات لي فهي حقيقية، ولكن حقيقي عليا انا. ليه؟ لان كل دماغ واحد بتختلف عن التاني. فعشان كده جملة زي ان الجيل ده كله الاتنشن سبان بتاعه بايظ، مش صح ان هي تتقال، مش 100%، لان كل دماغ شخص هتشتغل صحيح. بشكل مختلف. لعل اي شخص تاني تكون حياته قريبه من حياتي ويكون مسك الهيدسيت وقاعد يتفرج على انستجرام، الريدنج بتاعته اكيد 100% هتكون مختلفه. صحيح، فاهمني؟ الريدنج بتاعته وهو بيقرا 100% هتكون صحيح. مختلفه، لان كل دماغ واحد بتورك ديفرنتلي. والحاجه اللي انا اخدتها من الموضوع ده ان انا اخدت جليمس او نظره كده هو على دماغي بتحاول تقول لي ايه، وازاي دماغي بتشتغل، بدل من اني اطبق الشيء اللي الناس بتقوله عامه بقى، سواء على النت او ويب ام دي او whatever it is، لما يكون تشخيص سطحي جدا كده
انا لا انا كنت ممكن اخد الموضوع ده واخليه ياثر في حياتي قدام. أيوة. بس دلوقتي ما دام انا عندي الايفيدنس، عندي دلوقتي الشيء اللي فعلا انا شفته قدامي، شفت مخي بيكون عامل ازاي وانا بعمل الشيء ده، فانا قدرت افهم مخي اكتر. ولكن برضو هيفضل دي تجربتي انا.